بقى احلى باتيه بتاع الافران بربع كيلو دقيق. يعني شوفوا هيدونا قد ايه، كميه كبيره قد ايه. بس قبل ما نبدا وصفتنا النهارده بدعوكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده وعلى بركه الله. هنا كوبايتين دقيق، بيضه، معلقه خميره، معلقه سكر كبيره، ذره ملح. هنا نقول يعني معلقه زبده، هم 40 جرام، نقول مثلا معلقه ونص زبده، بس زبده بيضه. احنا متفقين ان المعجنات لازم الزبده البيضه. وكوبايه ميه. هنا جبنه للحشو، معلقتين زيت. على بركه الله كده ونقول بسم الله. هنجيب حاجه بقى نعجن فيها. نحط الميه الدافيه، نحط السكر والخميره والملح، نحط معلقتين الزيت، نحط البضايه ونقلب. مفيش اسهل من كده، سهل جدا، خطوات على بعض، كل السوائل على بعض. خلاص كده. ننزل بقى بالدقيق بتاعنا كوبايتين، تدعجن. بصوا الدقيق لم معايا ازاي. هنزل بقى هنا اعجنها شويه كده عشان تبقى ناعمه معايا. عجنتها حلوه اهي. بصوا عامله ازاي. هعمل ايه بقى في الزبده؟ هفتحها كده اهي، حبه الدقيق دول اهو. انا عايزاها تلزق كده عشان تطلع معايا اللقمه حلوه. الزبده دي هفردها كده على الطبق اهو. عشان لما اجي افردها تتفرد معايا حلو اهي كده. ناخد اللي هنا اهو، عايزه افردها كده على العجينه تبقى مفروده كده حلو اهي. عشان كده بقول لكم لازم الزبده البيضه عشان ما تسحش معايا وانا بشتغل. اهي فردتها. هعمل كده واعمل كده وكده وكده. هجيب بقى رشه دقيق كده وافرد معايا العجينه بتاعتي. ده اول مرحله للفرد. انا هعمل 3 زي دول. هعمل معاكم واحده. فردتها اهو. هعمل ايه برضو؟ هقفلها تاني ظرف اهو. اسويها كده من هنا واقفل عليها كده اهي، واقفل كده بقى ظرف اهو. هبتدي برضو افرد تاني
هفردها بقى برضو وتشوفوها. عملتها اهي، بصوا هجيب دي كده اهي. خليكم بس معايا لاخر الفيديو وتشوفوا التكات بتاعتها، هتطلع معاكم ان شاء الله حلوه جدا اهو. برضو اقفل ظرف واقفل ده عليه، وبرضو هفرد دي بقى المره الاخيره اللي انا هفردها بقى، ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. كده اهي اخر مرحله لينا في التطبيق اهو اهي. بصوا العجينه ما شاء الله ناعمه جدا جدا اهي. دي اخر مرحله. بصوا بقى هنرش شويه دقيق كده اهو، وهنقفلها ونسيبها ترتاح كده ربع ساعه، ونرجع بقى نشكلها مع بعض ونشوف هنشكلها ازاي. سيبناها تستريح اهي. بصوا العجينه ما شاء الله ناعمه ازاي، بصوا الرقات بتاعتها عامله ازاي. عشان كده بقول لكم خليكم معايا خطوه بخطوه. هرش برضو رش الدقيق كده معايا علشان خاطر برضو بقرقها عشان نبتدي نقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. هفردها انا فردتها اهي. هجيب الجبنه الاسطنبولي بتاعتي، لازم جبنه ناشفه ما بتسحش في الفرن. عايزين تقللوا تزودوا الجبنه دي بقى حاجه ترجع لكم اهي. اهي كده. ابتدي بقى اعمل رول كده من هنا كده اهو، اخدها كده اهي، اضغط اهي كده واقطع. واقفل عندي هنا العجينه، اقفلها حلو عشان ما تفتحش في التخمير والفرن اهي. هعمل بقيه العجينه بالطريقه دي ونرجع بقى نقطعها مع بعض اهم. بصوا بقى فردتهم اهم بسوا واحد. هعمل صباعين كده واقطع صباعين اهو، اخلصهم بقى وارجع ان شاء الله اوريكم شكلهم ايه وندهنهم مع بعض اهو. بيضايه اهي عشان ندهن مع نقطه فانيليا. هبتدي بقى ادهن البيض بتاعي اهو، واجيب حبه البركه كده وارشها. اخلص كل المقدار وارجع لكم. سيبته لما اتخمر اهو، قعد نص ساعه. انا مسخنه الفرن بقى على 200. هدخله لما يخرج تشوفوا شكله عامل ازاي. وادي الباتيه الميني باتيه بتاعنا خرج اهو من الفرن. بصوا عامل ازاي، بصوا ما شاء الله. بصوا عامل ازاي، بصوا مورق ازاي، بصوا من جوه، بصوا هش ازاي وجميل. بصوا ولا الهوا من جوه جميل جدا جدا جدا. بصوا حاجه جميله قوي وبسيطه، وبربع كيلو دقيق عملنا 45 واحده. تخيلوا انتوا بقى. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، اصل انا معجبه بيه جدا